ولا ايه؟ نفسي اعرف انت دلوقتي بتضحك وفشتك عايمه قوي كده ليه؟ معلش يا عمده، انا ما كنتش متصور ابدا انك تبقى بالحلاوه والشياكه دي. ايه اقول لك بقى، ايه رايك؟ مش انا دلوقتي اقيم واوجع منك بكتير؟ طبعا مفيش كلام. قول لي يا اخويا، انت ايه يعني اللي حدفك عليا الليله دي هنا؟ معلش يا عمده، انا الحقيقه حسيت ان انا كنت سخيف جدا يوم سوري ابني. سخيف وبس؟ ده انت كنت عديم الذوق، جلياط، عديم المريوه، سائع. خلاص يا سيدي، انا جاي لك بنفسي اعتذر لك اهو. اسره، احنا عالم فلاحين برضه، لما يدخل لنا نفر ان شاء الله يكون قاتل لنا قتيل برضه بنعفي عنه ونسامحه. انا معتمد على كرمك وسماحتك يا عمده. اهلا وسهلا، والله انت من اعز الاحبه. صحيح انت راجل ضلالي وسماوي وفيك عبر الدنيا كلها، انما سواعي كده، سواعي يعني بيبان فيك برضه ريحه الاصل والنزاهه. انت عارف يا عمده الدليل الاصلي على نزاهتي ايه؟ ان انا جاي لك بنفسي النهارده عشان ابلغك خبر انا متاكد انه هيسعدك سعاده ما حصلتش. يا صلاة النبي احسن ما تقول يا اخويا ايه الخبر اللي هيسعدني قوي ده؟ اسكت يا عمده، مش احنا هنبقى شركاء تاني؟ ايه ده؟ هنبقى شركاء تاني؟ ازاي يعني؟ لا احنا مش هنبقى، احنا بقينا شركاء خلاص. واحد يا اخويا فهمني كده وخش لي في الموضوع دغري، ايه الحكايه بالظبط؟ شركاتك بتوع شركه المقاولات باعوا لي نصيبهم. مبروك يا عمده. بتقول مين؟ باع لك ايه؟